السلام عليكم. هنتكلم في فيديو النهاردة عن أرخص موتوسيكل في السوق المصري وعليه عرض ممتاز، وده بناء على طلب البعض في التعليقات. أولا حابب أشكر كل اللي كتب لي تعليق إيجابي أو كلمة حلوة وبتشجعني إني أكمل. بحبكم في الله، ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم. علشان ما أطولش عليكم، ما تنساش تصلي على الحبيب محمد وتدعو لإخواتنا، ويلا بينا نبدأ الفيديو. الموتوسيكل اللي معانا النهاردة هو دايون 2 أو دايون 2B. الموتوسيكل ده غني عن التعريف واتكلمت عنه في الفيديو اللي قبل كده، لكن هنتكلم النهاردة عنه بشكل تفصيلي ومواصفاته والسعر اللي هيكون مفاجأة. تابع معايا الفيديو. اولا مواصفات الموتوسيكل بيجي بموتور 150 سي سي لواحد سلندر 2 صباب بمخرج واحد للبوجيه وفتحة شكمان واحدة، لكن لا يوجد بالموتور حدافة اتزان علشان تمتص الاهتزازات على السرعات العالية، ومزود بمنافلة لتشغيل الموتوسيكل علشان لو حصل اي مشكلة في المارش لا قدر الله. والموتور هنا بيجي على اسياخ مش كتينة، لكن الموتور صوته ناعم عن اغلب الموتوسيكلات في فئته. الموتوسيكل بيجي 5 غيار، كل الغيارات لتحت لكن ساقية مغلقة، يعني بعد الغيار الخامس مش هتعدي لتموير الموتوسيكل، وده ميزة مش عيب، لان في ناس كتير بتغلط وتمور الموتوسيكل وهو ماشي، وساعات من اللخبطة يدي الاول على سرعة، فده بيعمل مشاكل مع الوقت، فاحسن ان الساقية تكون مغلقة. نيجي للزيت. الموتوسيكل بياخد 1 لتر من الزيت لزوجة 10 W40 او 10 W20، لكن بينصح في الكتالوج بإضافة لزوجة 10-40. الموتوسيكل بيجي بالكتل العادية زي أي موتوسيكل في فئته، وبيجي بعداد أنالوج عبارة عن 3 قطع. من جهة اليمين عداد ال RPM، ومن جهة اليسار عداد السرعة، والمنتصف أمبير البطارية ومؤشر الإشارات والإضاءة. نيجي للفرامل يا عزيز. الموتوسيكل مزود بفرامل أمامية باكم ديسك وفرامل خلفية تيل، وأداء الفرامل هنا في الموتوسيكل بشكل عام كويس جدا نظرا لأن وزن الموتوسيكل خفيف نسبيا. وصلنا الإضاءة في الموتوسيكل بتيجي بلمبات هيلوجين العادية، سواء في الكشاف الأمامي أو الكشاف الخلفي أو الإشارات، فهتحتاج تغير لمبة الكشاف الأمامي علشان يديك أداء أفضل في الطرقات المظلمة. نيجي للكاوتش. كاوتش الموتوسيكل الأمامي بيجي بمقاس 18 مع رفرف من المعدن خامته كويسة جدا، والكاوتش الخلفي نفس الشيء بيجي بمقاس 18 مع رفرف خلفي من المعدن، والكاوتش الامامي والخلفي مش تيوبلس شامبر داخلي. الموتوسيكل بيجي بعدد 2 مساعد خلفي يعتبروا كويسين الى حد ما مع الاوزان المتوسطه، لكن يا عزيزي الواحد بيشوف الشباب بيركبوا بالخمسة والستة على الموتوسيكل، وارفع احلى حصان ياخد اجلك، والله هنتحاسب على اللي بنعمله في الموتوسيكلات دي. ومزود بشبكه خلفيه، ودي كويسه لو هتربط عليها حاجه وراك، وبرضو الراكب الخلفي هيكون راكب مستريح. ودي كانت كل مواصفات الموتوسيكل. نيجي بقى للسعر. الموتوسيكل ده سعره في السوق عامل 32 ل 33 ألف جنيه، لكن أنا جايب لك سعر النهاردة مفاجأة. الموتوسيكل ده عامل 28,500. أنا شايف إن ده أفضل سعر حاليا مع غلاء الأسعار. هسيب لك اسم المعرض ورقم التواصل في وصف الفيديو. وبس كده، أتمنى أكون فدتكم في الفيديو، وما تنساش اللايك والاشتراك، ودمتم في أمان الله.